بسم الله. ولا يحلو الكلام إلا بذكر الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خوتي خواتاتي صحباتي العزازين، كي دايرين؟ صحيحتكم أموركم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وديما تبقوا على خير وبخير. يوم جديد وفيديو جديد. هاد النهار جيت غادي نشارك معكم فقاص ساهل بسيط، مكونات بساط كما عودتكم انا مع البساطه والحاجه اللي كتكون بسيطه ورخيصه وفي متناول الجميع. كيجي زوين ولذيذ، ومكونات بساطين موجودين في كل بيت. نتمنى يعجبكم ويرقكم وتتبعوا لا فيديو حتى الاخير. على بركه الله غادي ندوزو للمقادير والطريقه. ندير بعض البيضات، غادي نحيد الصفر بالدهن، ونص كيلو ديال الدقيق الممتاز، نص كاس ديال الزيت العنبه زيت نباتيه، نص كاس سنيده، قبيصه د الملح، وجوج خمارات غادي نحتاج منهم غير خماره ونص 12 غرام، والجنجلان الابيض للتزيين كيبقى اختياري. في واحد الاناء غادي ندير البيض، نزيد قبيصه ديال الملحه، غنزيد دابا نص كاس ديال الزيت النباتيه، ونص كاس سنيده السكر الخشن، وغنطرب العناصر حتى تذوب سنيده. ملي الخليط ابيض نستمر بالتحريك. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق، عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق غنزيدها. غادي نخلط حتى ونزيد الطحين، درت 500 غرام كلها، وغادي ندير خماره ونص 12 غرام، وغادي نجمع دابا العجينه ديالي حتى تماسك مع بعضياتها، تكون العجينه مرخوفه ما تكونش قاصحه. العجينه ديالنا هي تجمعت كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نحطها في سطح العمل، وغادي نقسمها على 4 ديال الكويرات. ما قسمتها دابا على 4 الكويرات، وغادي ندير واحد شويه ديال الدقيق غنستعن به حيت العجينه مرخوفه، وغادي نطلق بالمدلك على شكل مستطيل. نستمر بهذه الطريقه هذه حتى تولي لي العجينه على شكل مستطيل. وغادي ندهنها دابا بالكونفيتير، مربى المشمش، اللي اي مربى عندك في الدار بغيتي تستعملو ديرو. انا كان عندي هذا ديال الحلويات استعملته هو. كدهن ديك المستطيل بمربى،
دابا غادي نبدا نجمع الحريبلات ديالي على هاد الشكل هكا، وغادي نبرك باش ما يخرجليش الكونفيتير من الجوانب، وانا كنزير بهاد الطريقه هذه. دابا غادي نجمع ديك الجنيبات نلصقهم هكا مع بعضياتهم، راه ما كيتحل ما والو، ما تخافوش. غادي نديرها دابا في اللاطه. نجرب معكم وحده اخرى. كنستعانوا بالدقيق لان العجينه مرخوفه. كنستمروا بهذه الطريقه هكا، كنوضعوا الكونفيتير مربى المشمش. هذا الفقاس كيجي زوين وسهل وبسيط ومكونات بساطين. نتوما هاد الطريقه هكا كنلوي وكنزيرو، كنزير باش ما يخرجش الكونفيتير. ونتمنى يكون الشرح واضح وباين ومفهوم. وراه كيوجد هذا الفقاس دغيا دغيا. دابا غادي ندهنو بصفار البيض مع نيسكافي، خلطتها مزيان وغادي ندهنو. وزينتو بهاد الجنجلان الابيض. الزنجلان كيبقى اختياري. اي حاجه كتبقى اختياريه، حتى ملي كنكونوا كنديروا الكونفيتير الا بغيتو تزيدوا اللوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش لداخل، كيبقى لكم الاختيار. الزين كيبقى اختياري على حسب داكشي اللي موجود عندك في البيت. دابا غادي ندخلو للفران، يكون الفران سخون من قبل، وبعد 5 دقائق غادي نحل الفران باش ما يتفقعش الفقاص. ايوا ملي خرجته من الفران ندير له واحد الزيف يكون فازق من، كنغطيه به واحد ساعتين ولا ليله. كل ما بقى الفقاص كيجي زوين وكيسهل في التقطاع، ما كيتفرتتش. انا قطعته غليظ، كيعجبني الفقاص غليظ، كل وحده تقطعو على الشكل اللي بغات. الفقاص ديالنا هو وجد، خرج من الفران وطاب الطيبه الثانيه. كيجي على هذا الشكل هكا بالمربى، ساهل وبسيط. نتمنى يعجبكم وتجربوه، واكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. وشكرا للمتابعه ديالكم والتشجيع ديالكم، وراه كنتوحشكم، كنغيب عليكم شي شويش. ايوا كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده وفي الهنا وراحه البال نتوما وليداتكم وعائلتكم. وكنشكركم بزاف بزاف اللي مسانديني ومتابعيني ومرافقيني. والى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته. كنحبكم في الله، اختكم سعيده. الله لا يخطيكم عليا. شكرا.